أتباع مقتدى بالعراق عندهم مكاتب مثل مكاتب الشرطة، يعني دائرة رسمية بها موظفين. هل هم من الدولة؟ لا. هل هم من وزارة الداخلية؟ لا. وزارة الدفاع؟ لا. هل هم من جهة أمنية؟ لا 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 لا، هم جهة صدرية. طيب مو مشكلة، نشوف من يصرف لهم راتب. لا، الحكومة تصرف لهم راتب. الحكومة تصرف راتب الجهة مو حكومية. يس. وتمارس قتل وإرهاب وسجن. والله طبيعي جدا. لا 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 تنصدم، هو هذا الوضع. الحكومة تنطيهم راتب. ليش؟ لأن يسجنون أي شخص يعجبهم، يهجمون على أي بيت شخص يسب السيد بالتعليق، عندهم تحقيق، عندهم محكمة خاصة بهم، والله عندهم سجون تحت الأرض، والله العظيم موجودة فيديوهات أصلا. عندهم قاضي خاص بهم هو يقضي بين الناس، وممكن هذا يحتاج قتل، هذا يحتاج سجن. عندهم عصابة، عندهم سيارات، السيارات تحتاج بنزين، هذا البنزين ينصرف من الدولة. والسيارات أنا أكلمك مو عن 10-20، لا أكلمك عن 10,000 سيارة، 20,000 سيارة. والسيارات مسلحة، والسلاح ما بين فترة وفترة يتجدد. إيه والله ما أمزح. والسيارات تتجدد، لازم تكون آخر موديل أو قريبة من آخر موديل. ملابس، برقيات، رواتب، كل هذا جندي، هذا ضابط بالسرايا، هذا ضابط أول، هذا المعمم عنده صفقة مع الحكومة.